السلام عليكم أخواتي الفضيلات، نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأفضل الأحوال إن شاء الله وتكونوا على خير وبخير. بزاف منكم اللي غيشوفوا هذا الفيديو غيقولوا هاد السيدة فين كانت وهذا الفيديو هذا اللي تحط في هذا الوقت هذا فعلا هو ماشي وقته، ولكن قلت نشارك معكم داكشي اللي كنت ندير في رمضان. غيبة طويلة هذه توحشتكم وتوحشت التصوير. المهم البنات غادي نشرح لكم كل شيء ان شاء الله في النهايه ديال الفيديو. هنا البنات غنشارك معكم الشباكيه والعسل، وعندي واحد الفيديو حطاه الا بغيتو تشوفوه غنحط له الرابط ديالو وغتشوفوه. هنا كما تشوفون هنا راه غيرت باش غنسم العسل. كما تشوفوا غادي ندير 4 كيلو ديال العسل. هنا راه تنوريكم المطايب حيت غادي ندير العسل غنجهزها في الحين، خصها توجد لي باش نديرها ان شاء الله للشباكيه اللي غادي نصاوب واحد الكونتيتي اللي كبيره. كما تتشوفوا البنات هنا راه كما قلت لكم المطايب. علاش؟ باش نسرع دغيا دغيا يذوب لي السكر. كما تعرفوا القلب السكر تيخصو انه يبات، فانا اختصرت ودرت المطايب بهذا الشكل هذا. راه تيجي غزال الصراحه الله ما كاينش محسن من العسل ديال القلب السكر حتى ديال سنيده زوين، ولكن احسن واحسن هو ديال القلب تيجي روعه. وبالنسبه للتنسيمه كما تشوفوا هنايا عندي القرفه وعندي هنايا الشيح، وعندنا حامضات، جوج حامضات كبار اللي مقطعين دوائر. غادي نديها دابا باش غادي طيب، غادي نخليها على نار مهيله حتى تذوب. هنا راه تنقول لكم يلاه معايا. هانتوما البنات كما تنوريكم خليتها شعلت البوطه غادي نقص من البوطه وغنخليها على نهار مهيله، عاد نسد عليها وان شاء الله غتشوفوا العسل كيف دايره. هنا البنات الكميه اللي غادي ندير ديال عجنه كبيره ديال 2 كيلو ونص ديال الدقيق. وهنا كما تشوفوا اللوز والجنجلان اللي مطحونين بطريقه جيده. القرفه البنات حتى هي تكون من نوعيه جيده. وهنا المسكه ان شاء الله اللي غادي نطحنوا مع القليل من الدقيق. هاد الطريقه راها ممتازه. المليحه ضروري منها باش تقدي لوغو ديال الشباكيه. والنافع البلدي وحبة حلاوة اللي طبعا حتى هما مطحونين. وبالنسبة للسوائل كما تشوفوا هنا عندي الزيت البلدية، وعندي الزبدة اللي ذوبتها حتى تحيد منها داك الزبد، المهم داك ديالها. وهنا عندي 2 كيسان عاديين ديال الزيت نوار الشمس. وعندي هنا غادي ندير 2 كيسان ديال الزهر اللي درت هكايا داك الزعفران شعره تيذوب فيهم. المهم البنات غنبدا على بركه الله. هنا خديت شويه ديال الدقيق غادي نعطي البنات يطحنوا ليا. هنا المليحه غتقولي لي علاش طحنتيها بالدقيق؟ يستحسن بالدقيق البنات. هنا داك النافع البستاني ومعذره داك النافع البلدي وحبة حلاوه حتى هما ضفتهم. وها هي ديك المسكه حره. القرفه حتى هي اللي ان شاء الله غادي نغربلها، ضروري تغربلوها البنات. هانتوما تشوفوا واخا تنغربلوها واخا مطحونه مزيان راه تيبقاو شي فتيتات. المهم درت 2 ديال المعالق. وبالنسبه هنايا اللوز الجنجلان فانا درت ما يعادل 300 غرام ديال اللوز و 300 غرام ديال الجنجلان. غادي نفتفتهم بهذه الطريقه وغادي نخلط كاع المواد الناشفه. راه مازال غادي نزيد داكشي كامل، غير انا تنضيف شويه بشويه. وهنا واحد الحاجه خصكم ديروها اللي تتخلي هذا الدقيق تيدخل فيه دوك المواد كامله. تدوروها في الهاشوار هذا الدقيق هذا كامل صافي. وتنبقى تنضيف السوائل كما شفتوا ضفت الزبده المذابه اللي تتولي نوازيط والزيت البلديه والزيت العاديه، وغادي نبقى تنبسبسهم مزيان. وبالنسبه للخل راه ما قلتوش في المره الاولى. الخل البنات في الكيلو تنديرو نص كاس. هنا درت كاس اللارب ديال الخل، ما وصلش كاس اللارب. المهم ما تزيدوش اكثر من هذا الحد هذا باش تجيكم رائعه. وبالنسبه للعجينه البنات خصها تجي قاصحه. هنا راه كنصهد واخا درتها قاصحه راها ولات رطبه بزاف بزاف البنات. وتنبقى بهذه الطريقه الشباكيه تيخصها الخاطر وتيخص هاد المكونات يدخلوا في بعضياتهم ويشربوا
الدقيق يشرب دوك المواد كلها. هنا راه القصعه كبيره البنات و2 كيلو ونص تبارك الله راه كتير، راه غير الكاميرا ما تتبينش داكشي على حقه. ودابا بديت تندير السوائل الاخرى اللي هي الزهر ديال الدار اللي مصوبينه حنا على يدينا، حتى هو ضفناه في الاخير وغنبقى تنجمع هكا. الا تجمعات لي راه نحبس. المهم ما تكونش تكون قاصحه البنات، فهمتوا؟ ما تجمعات ليش مزيان تنضيف لها شويه ديال الماء باش نجمع داكشي كامل. هنا البنات راه خليتها ارتاحي تشوفوا كي ولات حيت الصهد. قطعت العجينه درتها على كويرات صغيورين وبديت هكا بهذه الطريقه نصاوبها هكا. اللي ما بغاش يدير هذه الطريقه تلقى وحده وتتبقاي تقطعيها على شكل شرائط وراه صافي، يعني بلا ما عاد ديري هاد العمليه هادي وراه تتجي تبارك الله مبوقه وتتجي شاربه العسل، تتجي روعه روعه. وهاد الشباكيه كما تشوفوا راها مقومه البنات، رائعه رائعه بزاف. المهم البنات انا هذه هي الخدمه ديالي اللي كنت دايره في هاد الفتره كلها اللي قطعت فيها اليوتيوب. يعني كنت نصاوب الحلويات الشباكيه، يعني رجعت لخدمتي القديمه. هاد الشيء علاش البنات غبرت عليكم في اليوتيوب، وبزاف ديال الاخوات الله يجازيهم بخير اللي بقاو مفكريني. كاين اللي صافي مشيتي راه ما تيبقى مفكرك حتى شي واحد. بالنسبه للبنات اللي كانوا تيسولوني علاش لبنى قطعتي، اختي عييت والله العظيم الا عييت في هاد اليوتيوب تيبغي شويه ديال السنطيحات، تيبغي شويه ديال هذا. انا ما عنديش داكشي كامل مع احترامي للناس كاملين. وزائد انها كانت سرقات لي القناه وتسرق لي هذا التليفون ديالي وخداو لي منه الصور وخداو لي منه ما نقول لكمش. يعني كانوا وقعوا شي حويجات اللي جاو هكاك بوحديتهم خلاوني انني صافي ما عاودتش رجعت. بديت نصور. وهذا الشيء راه كنت واخا تنصور ما كانتش عندي الرغبه نهائيا. هنا راه غير بنتي اللي مره تتبقى تتصور وصافي، اما انا والله ما كانت عندي الرغبه لا نقبض التليفون ولا نصور. كما شفتوا البنات المراحل هنايا ديال الشباكيه، فانا تنطلق العجينه وتنورقها مزيان. هانتوما راه تيتبان الطبله من التحت تجي رقيقه باش تجي غزاله تجي زوينه. واللي دقوا هاد الشباكيه راه ما نقول لكمش راه حماقوا عليها، واللي صوبت لهم هاد الشباكيه راه حماقوا عليها البنات. هنا كلشي كان تيعاوني لحقاش كنت حتى كبيره، وهاد الشيء درتو في وسط الدار ديالنا ديال المدينه ديال العائله. المهم البنات هبطت خدمت حتى للعائله كلها مهم بزاف ما نشارك معكم البنات. صوبت بزاف د الحوايج، يعني انا ما حبستش نهائيا في هذه الفتره هذه. فنسيت الصراحه الله اليوتيوب ونسيت كل شيء، ما بقاتش عندي رغبه. هنا راه تنوريكم البنات الطريقه باش انكم تورقوا. شتي العجينه البنات شحال رقيقه، راه رقيقه البنات. هنا تنبغي نديرها بقوة العاية صافي تيتسدوا لك العينين، ولكن واخا هكاك تنستمروا وكل شيء. المهم تنديروا هنا راه تندير ديال 5 ديال الشرائط، تنديروا 2 على 2 تيبقى واحد، تنردوه على ديك الجهه الثالثه نتوما غتشوفوا وتنقلبوا للتحت. يعني طريقه سهله وبسيطه. ودابا نحط لكم واحد الفيديو قصير تشوفوا الطريقه. هنا راه كلشي تيخدم معايا، بنتي بنات خالتي كلشي تيخدم لحقاش الكميه كبيره بزاف بزاف. المهم البنات انا تنوريكم غير بشويه. هنا تخصكم توسعوها مزيان من الوسط وتجي على شكل 8 هكا صافي. وتنبقى مستمره. هانتوما البنات كما قلت لكم راه تيجيو 2 على 2 تتقلبيها عاود الجهه الاخرى، تجيبي داك الشريط اللي بوحدو تحليها هكايا وتتلاقي هاد الرويصات هادو ضروري تلاقيهم وتلصقوهم البنات مزيان باش ما يتحلولكش في القلي صافي. وتتقلبيها هكا. راه تنوريكم غير بشويه باش تشوفوا صافي. وتنبقاو مستمرين على هاد الطريقه هادي. هنا راه تبارك الله خدمنا بزاف وقربنا نساليو. قليتها البنات خليتها باتت حيت عيينا وطاح الليل، يعني صافي عييت ما بقيتش قاده نزيد. العسل جات روعه البنات، جات روعه ديك العسل. في الاخر زدت فيها طاسه ديال الزمزامي راه تجي ما نقول لكمش على عسل تتحمق. الشباكيه جات رطبه طايبه مزيان محمره شاربه العسل كما تشوفوها نتوما البنات. مقومه.
هاد العام خدمت الشباكية بزاف وخدمت ولكن أكترية خدمت الشباكية الصراحة ديال الله فهمتي، وخدمت المقروط. فما ساليتش البنات، كنت باغا ما كرهت زعما ما كرهتش نكون تنصور معاكم وكل شيء، ولكن الخاطر البنات باش نصور ولا ندير شي حاجه صراحه ما كاينش. هنا راه تنوريكم خدمه اخرى تخدمات عاوتاني لا غد ليه. هاد الخدمه كلها مشات لما ليها، وبزاف بزاف بزاف البنات ديال الخدامين اللي خدمت صراحه الله ما كنتش نسالي، تنبات سهرانه وتنقي سهرانه تنعس، ما كنتش نعس حيت خدمت قبل من رمضان ب3 شهور وخدمت في رمضان راه ما جلستش البنات تصوروا شباكيه ولي كوموند الناس بالنهار. صافي هنا راه تنوريكم كما قلت لكم المقروط. هذا المقروط تيجي روعه روعه، معمر بالتمر واللوز والجنجلان، تيجي البنات زوين. حتى هذا كان غادي لما ليه، داكشي علاش ما قديتش نحل شي وحده، حيت تيخص يمشي الكوموند كامل مكمول للناس. المهم نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. في هذه الحياة لا أحد يعلم ما أصابك، لا أحد يعلم ما هي معركتك مع الحياة، ما الذي زعزع أمانك وقتل الكثير من الأشياء. المهم البنات شاركت معكم هذا الفيديو هذا، شاركت معكم بعض الحويجات اللي كنت ندير في هذه الفترات هذه باش كنت خدامه. نتمنى الفيديو انه ينال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله الا قديت نبقى نحط مره شي فيديو، علاش لا، فقط للمشاركه. اما الرغبه في اليوتيوب ما بقاتش عندي صراحه، نظرا راكو عارفين المشاهدات ضعيفه وانسان ما غيبقاش حاضر غير هذا الشيء، كاين ما يدار. المهم فيديو اخر ان شاء الله غنهضروا على بزاف ديال التفاصيل. نتمنى تدعموني بلايك واشتراك، وشكرا.